ازاي تكوني صاحبة نفسك؟ السر اللي هيغير حياتك وتربيتك لولادك. السلام عليكم يا أجمل أمهات. في ناس كتير فاكرة إن أكبر مشكلة في حياتها هي الناس اللي حواليها، زوج مش فاهمها، أولاد تعبينها، أو أهل بيضغطوا عليها. لكن الحقيقة إن أوقات أكبر معركة بتكون بين الإنسان وبين نفسه، وده بالظبط اللي بيتكلم عنه الفصل الرابع من كتاب سندريلا ست بعنوان أنا صاحبتي. يعني إيه أنا صاحبتي؟ يعني تبقى علاقتك بنفسك علاقة حب واحترام، مش علاقة لوم وانتقاد طول الوقت. للأسف كتير مننا بيتكلم مع نفسه بطريقة عمره ما بيكلم بيها أي حد. كل شوية أنا فاشلة، أنا مقصرة، أنا مش بعرف أربي، أنا وحشة. ولو صاحبتك غلطت، هل هتقولي لها الكلام ده؟ أكيد لأ. طيب ليه بنقوله لنفسنا؟ أول نقطة، اعرفي نفسك. احنا ساعات بنعيش سنين بنلبي طلبات كل الناس، لكن لو حد سألنا ايه اللي بيفرحك، ايه اللي بيضايقك، ايه نقاط قوتك، مش هنعرف نجاوب. عشان كده اول خطوة هي انك تتعرفي على نفسك. اسألي نفسك، امتى بكون مرتاحة وامتى بتوتر؟ ايه اكتر حاجة بتستنزف طاقتي؟ ايه الحاجة اللي لما بعملها بحس اني عايشة؟ تاني نقطة، اقبلي نفسك. يعني تقبلي نفسك مش معناه انك كاملة، لكن معناه انك تقولي انا عندي عيوب لكن اقدر اطورها. في فرق كبير بين انا غلطت وانا انسانة فاشلة. الغلط سلوك مش هوية. ثالث نقطة، بطلي تقارني نفسك. السوشيال ميديا خلتنا شايفين حياة الناس كاملة وبنشوف حياتنا ناقصة. كل ام بتقارن نفسها بغيرها بتكون بداية التعاسة. ربنا خلق كل واحد بطريق مختلف. المطلوب منك تبقي أفضل من نفسك امبارح، مش أفضل من كل الناس. يعني تقارني نفسك بنفسك. أما رابع نقطة، اهتمي بنفسك بدون إحساس بالذنب. كتير من الأمهات فاكرين إن الاهتمام بالنفس أنانية، وده غلط طبعا. الأم المرهقة المضغوطة المنهكة صعب تدي حب وصبر لولادها. خصصي وقت لنفسك ولو بسيط. اقرأي، امشي، اشربي قهوة بهدوء، احفظي قرآن، اعملي أي حاجة تشحن طاقتك. خامس حاجة، سامحي نفسك. كلنا أخطاء، كلنا بنقصر، لكن لو فضلتي بتعاقبي نفسك وبتلوميها مش هتقدري تتحركي لقدام. اتعلمي من الخطأ وافتحي صفحة جديدة. ازاي ده هينعكس على ولادك؟ الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه. لما بيشوف أمه تحترم نفسها وبتتكلم عن نفسها كويس، بتسامح نفسها وبتطور من نفسها، هيتعلم نفس الشيء مع نفسه. أما لو شاف أم طول الوقت بتجلد نفسها، هيتعلم إنه يعمل كده مع نفسه. هاتي ورقة اكتبي 5 حاجات حلوة في نفسك و3 حاجات محتاجة تتطور، وخطوة واحدة هتبدأي بيها من النهاردة. مش لازم تبقي كاملة، المهم تكوني كل يوم أحسن شوية. وفي النهاية افتكري دايما، أطول علاقة هتعيشيها في حياتك هي علاقتك بنفسك.